السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو بإذن الله سنريكم كيف نصمم بطاقة توقعية لأحد العروض الشهرية. يعني مثلا نقول لعرض بايباك، كيف نصمم هذه البطاقة؟ أولا ندخل إلى برنامج بيكسل لاب بلس. هذا البرنامج تجدوه في متجر بلاي، بإمكانكم تحميله من المتجر. اكتبوا بيكسل لاب ويطلع لكم اسم البرنامج. بعد ذلك نختار مقاس الصورة، نختار 16:9. هذه الصورة المناسبة للتصميم. نحذف هذه الكتابة. نعمل أول حاجة قبل أن ندرج الصور، نقوم نعمل خلفية للصورة التي أمامنا. كيف نعمل خلفية؟ نضغط على هذا الخيار الموجود في الأسفل. بعد ذلك نختار من المعرض، ثم ندخل إلى قسم الصور. نختار الآن الخلفية. تستطيع تحميل أي خلفية من جوجل كروم. تكتب في شريط البحث خلفيات جميلة للمونتاج. نذهب الآن لاختيار الخلفية. أنا طبعا لدي خلفية جميلة اختارها دائما لأي مصارعة أو لأي بطاقة توقعية. بعد ذلك نقوم باقتصاص الخلفية، ولو الشيء بنفس المقاس عادي ممكن، لكن بالاقتصاص يكون أفضل عشان نختار الجزء اللي فيه إضاءة. نعمل صح، تظهر معنا خلفية الصورة التي سنصمم عليها. هذه الخلفية التي سنضع عليها البطاقات أو سنضع عليها صور المصارعين. بعد ذلك نقوم نختار المصارعين، نضيف المصارعين كطبقة على الصورة. كيف نسوي؟ نضغط على هذا الخيار، هذا اللي في الوسط، نختار استيراد. بعد ذلك ندخل إلى قسم الاستوديو ونختار الصورة، مثلا شينسكي ناكامورا. هذه الصورة تظهر معنا بهذا الشكل. نخليها بنفس الوضعية ثم نضغط على علامة الصح الموجود في الأسفل هكذا. الآن نصغر الصورة ونركبها هنا في الطرف. ليش في الطرف؟ عشان تكون مواجهة مثلا بين سيث رولينز وشينسكي ناكامورا في عرض بايباك. يعني هنا الطرف اليمين بيكون شينسكي مثلا، والطرف اليسار بيكون سيث رولينز. نختار صورة أخرى بنفس الطريقة. ركزوا معي، انتم ما ركزتوش معي في البداية. نضغط على هذه الزر، بعدين استيراد، ثم نختار الصورة الثانية وهي صورة سيث رولينز. هذه هي صورة سيث رولينز. نحطها هنا في الطرف هذا، نصغره. نحاول، لازم يا جماعة تحاولوا توزنوا الصورة وتخلوها متناسقة مع الصورة التي التي جنبها، يعني تخلوها نفس العرض، نفس القياس، تناسقوها. طيب كيف نتخلص من هذه عشان ما نرقص الهزاز؟ نروح نضغط على العلامة اللي فوق، نضغط القفل، هذا القفل وهذا القفل هكذا، ونقفل على الصور. شوفوها الآن لما تجي تلبس طبيعي، حاجة طبيعية. الآن باقي حاجة لازم نعملها، اللي هي نكتب أسماء المصارعين. بس لازم نعرض صورة ناكامورا شوية لأنه نشوفها ضيق شوية. نعرض الصورة شوية، أيوة هكذا متناسقة الصورة. الآن نقفل من جديد. بعد ذلك نكتب أسماء المصارعين، انظروا فين نضغط على هذا الزر، بعدين على نص اسم هذا المصارع ناكامورا. لازم نطرحهم جنب بعض. ليش؟ عشان ما ياخذش مساحة من الصورة. نوزنها من خلال التنسيق والضغط على هذا الزر. الآن اتزنت. نضغط على هذا الخيار ونوسع عرض الخط، نخليه هكذا شينسكي ناكامورا. نصغره عشان نناسقه. بعدين نضغط على هذا الزر، هذا التظليل، يعني نضغطوا على ظل عشان نظلل الصورة. بعدين نعمل تكرار. ليش نعمل تكرار؟ عشان يصير الخط نفس الخط اللي في اللي في اليمين، يكون يعني نفس المقاس، ما فيش تعديل فيه. نعمل بس تكرار من فوق. نضغط على هذا الزر ونضغط على تكرار. نكتب هنا اسم المصارع الثاني سيث رولينز. كتبنا اسم سيث رولينز. يتبقى معنا شيء واحد، وهو عمل الصورة لبايباك. نكتب كده بايباك الشعار، يعني شعار العرض. لازم نعمل شعار العرض. وصورة الحزام، لا ننسى صورة الحزام اللي تكون خلف المصارعين. نعمل شعار العرض. هذا نقفلهم. ضروري تقفل طبعا، اي تصميم تعمله لازم تقفل من القفل هذا عشان ما يتحركش معك الصور.
نروح الآن نعمل الشعار. فنعمل نفس الطريقة، نضغط على الزرادية واستيراد. نبحث عن شعار بيباك. أنا محمله طبعا من جوجل كروم، كله تحمله من جوجل كروم الشعارات. العملية بسيطة، أنا بوريكم كيف تحمله من جوجل كروم بسهولة. أنا عندي شعار بيباك موجود، هذا هو. بعد اختياره نضغط على علامة الصح، نحركه يسار، نصغره، نطرحه فين؟ هنا ما بين شينسكي ناكامورا وسيث رولينز. هنا شعار يكون بالضبط، نصغره ضروري عشان يطلع متناسق. نعمل له تظليل عشان يبان واضح، يعني نعمل له خط محيط من هنا، نضغط على اللون الأسود، نعرضه، بعدين نضغط على هذا المكان، نعمل إبهات أو كذا يكون اسمه عرض بيباك. خلاص بعد ذلك تحط صورة إيش؟ الحزام. تبقى معنا صورة الحزام اللي إيش؟ خلف سيث وشينسكي. لازم يكون حزام خلف سيث وشينسكي. من وين نجيب صورة الحزام؟ طبعا نحمله من جوجل كروم مثل ما وريتكم. تكتب بيلت، تكتب اسم بيلت بالإنجليزي without background أو حزام بدون خلفية. ندخل الآن نروح للحزام. هذا هو الحزام، أنا عندي محمل جاهز، هذا هو. نختاره ونقوم بعدين بتكبيره ونطرحه خلف شينسكي ناكامورا وسيث رولينز. كيف نطرحه خلف؟ نضغط على هذا القلم، نعمل باك، هكذا جاهز. الآن نكبره. شوف أنا غلط، أنا ما عملش هنا إيش؟ قفل. الآن نكبر الحزام، صورة الحزام نكبره كذا بس نسحبه، هكذا جاهز. هذه البطاقة التوقعية بين سيث رولينز وشينسكي ناكامورا، هكذا بيكون جاهز. الآن نعمل صح، كان لازم نزيد نعدله شوية، كذا بقى صح. هكذا البطاقة التوقعية جاهزة. لاحظوا مباراة بين سيث رولينز وشينسكي ناكامورا في عرض بيباك. الآن نحفظ الصورة من فوق، نضغط حفظ الصورة، ثم نضغط على متوسط عالي. اختار أي مستوى تريد، جودة عالية اختار عالي، شي متوسط يعني جودة متوسطة تكون. أنا بختار متوسط، نعمل حفظ، وهكذا الصورة تصبح جاهزة.